أحد رجال الأعمال الليبيين المفرج عنهم من سجون الإمارات السرية رفعت حداقة، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة الثانية. مرحبا بك سيدي. توقفنا في الحلقة الأولى عند قصة الحديدة اللي طلب منك المحقق أن أنت تمسكها بيدك. نعم. أكمل لنا هذه القصة. نعم، طلب مني أني نلمس الحديدة اللي ورايا كانت. لما مسكتها طبعا يعني ذكر لي كلام وألفاظ وتهديدات بصراحة أترفع حتى عن ذكرها للمشاهدين. يعني هددك بالاغتصاب مثلا، أشياء غير أخلاقية مش نعم. حابة أتطرق لها يعني. فعلى أي حال أنا قلت له اتقي الله يعني، وقلت له كيف تتجرأ، طبعا عارف أن القاعة مليانة، كيف تتجرأ على قول مثل هذا الكلام في دار الشيخ زايد؟ أنا كملت الجملة هذيك، ضربني بالحديدة على أسفل ظهري في عند العمود الفقري، في أسفل العمود الفقري، ضربة بالقوة، بتتخيل بحديدة يعني. ضربني، سقطت على الأرض. بعدين خدا الكليب شات قد إيدي، قلب الكليب شات وأنا في وضع يعني أتألم. خدا لي كليب شات قد ربطني من لقدام ونزل بالطريقة هذه، نزل إيدي ودخل الحديدة من هنا ورفعوني فوق. نفس الشكل اللي في الصورة اللي ممكن يعرضوها يعني عليهم. قعدت معلق بالطريقة هذه، رافعيني 2 من الجنود النيباليين، وبعدين بدأ في المحقق ضرب، المحقق والضابط يعني ضرب 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 لحد، وكان في نفس الوقت يسألوني نفس السؤال: متى انضميت لجماعة إخوان المسلمين؟ يعني وأنا أكرر نفس الجواب يعني. خلاص هو ما عادش قدرت أصلا، ما عادش نقدر ندوي، أنا ضرب مستمر وخلاص يعني. ضربوني لحد يعني ما نسمع أنفاسهم انقطعت خلاص، يعني دهشوا من الضرب. يعني هم الذين تعبوا، هم اللي تعبوا. فتخيل حالي أنا، ضربوني لحد ما كلهم دهشوا. لما دهشوا من الضرب ضربوني على الأرض، رموني على الأرض، وبدأ يهدد فيا بأشياء قبيحة مرة ثانية، ونجيبوا زوجتك وبناتك وكلام حقير واطي يعني لا يكرر. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وستره يعني بالنسبة لي أنا لم يكشفوا ملابسي وكذا، لكن للأسف أنت يعني أخبرتني أنهم حاولوا. نعم. لما أنا قلت لهم يعني كيف تتجرؤوا يعني على فعل هذه الأشياء في دار الشيخ زايد، قعدت نكرر في هذا، فصار شعرت بصر كان إرباك، وشعرت كأنه هو في أنا طبعا طريقة التعذيب السابقة كان باستمرار، هذه كانت فيها تقطعات، وأحس إنه ياخذ في إيماءات وإشارات من الناس الجالسين، أوامر أو نعم شيء. شعرت به، لأن فجأة يتوقف شوية وبعدين فجأة يضربني بزيادة وكذا. فكان طريقة التعذيب نحس بها مش نفس الطريقة اللي كانت لما كنا وحدنا. طيب سيد رفعت، حسب معلوماتك، نعم، باقي المعتقلين نعم، هل تعرضوا لأنواع من التعذيب اللي يمس الشرف يعني؟ والله للأسف يعني حدثني بعض الإخوة حتى المفرج يعني، حدثني بعضهم يعني طبعا كشفوا ملابسهم بالكامل يعني للأسف يعني. حدثني أحدهم أنه يعني يتخيل بالبينسة يعني يمسكوا في أعضاءه وكذا، يعني بأشياء حقيرة وواطية جدا يعني. وكرروا مع غير واحد نديروا فيك زي ما درتوا في القذافي، كرروها دائما يعني. نعم. فللأسف يعني يعني أنا كنت نظن إني أكثر واحد منهم عذب في العالم، لكن لما سمعت قصص بعض حتى الرفاق يعني بصراحة شعرت إني أنا أخف واحد تقريبا يعني. نعم. بعد هذه الوجبة بدأ التعذيب يخف، لأنهم اقتنعوا أنك لست في جماعة الإخوان. نعم. انتقلت التحقيق لمرحلة أخرى. نعم. شيء واحد بس إضافي، لما أنا خلاص من تعبوا مني من الضرب، ضربوني ما وصلتنيش نتيجة، جوني 2 نيباليين شالوني. أنا كنت أتوقع أنهم هيشوني للزنزانة بتاعي، دخلوني في غرفة تحقيق ثانية وحطوني على الكرسي الكهربائي، وربطوا تقريبا 20 سير في الكرسي نفسه مليان سيور، نفس أحزمة السيارة من أسفل يعني لحد مستوى الرقبة، كلها سيور ربطوني بها، خلاص مش قادر نتحرك يعني. قال لي وبعدين بدأ بتهكم، قال لي نبدأ بكم فولت؟
فقلت له شوف أنا طبعا خلاص كنت في لحظات يعني ما عادش تفرق معي، خلاص جسمي منتهي كله. قلت له أنا رجل مؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، ولو ربي كاتب علي الشيء هذا أنا يعني هنتحمله بإذن الله ونسأل الله أن يعيني. لكن بالنسبة لك أنت ما عادش تسمع مني أي كلمة إضافية حتى لو فرمتني فرم، لأني ما عادش عندي من ضيفك. جاء وضربني يعني طمني على وجهي، وبعدين قال النيباليين شيلوه. شعرت أن بهذا اليوم بهذا انتهى سؤال تقريبا يعني اقتنعوا قناعة تامة أني أنا لا أنتمي لجماعة إخوان المسلمين. بدأت تتغير أسئلة في محاور ثانية يعني. نعم. طيب لو بدأنا في محاور التحقيق الأخرى. نعم. سألوك عن مجموعة من الأسماء الليبية. نعم. حدثني قليلا عن هذا الأمر. يعني هو صار في شوي تسلسل، خليني نذكر لك بعض النقاط قبل ما نيجي النقطة هذه بشكل سريع. نعم. طبعا انتقلوا لما اقتنعوا أنا خلاص لا أنتمي لتنظيم الإخوان، بدوا يسألوا فيها كم دعمتم بالمال، كم أعطيتم، كم كذا، وأيضا أنا ما عمريش دعمتم يعني. فنفس الشيء طبعا انتقلوا بعد ما تيقنوا أني ما فيش دعم، بدأوا يسألوا فيها على أشياء أخرى. سألوني عن دولة قطر ودورها ومصالحها في ليبيا. طبعا كانت إيجابي يعني بعدم المعرفة إيش نعم. يعني هذا سؤال تحليلي، يطلبون منك تحليل مثلا. نعم، ومعلومات إذا كان عندي معلومات إيش المجموعات اللي تمولها قطر في ليبيا. قلت لهم أنا ما عنديش علم إيش مصالح قطر، ما عندي، بدوا يسألوا فيها لقطر وأنا ما عنديش أي معلومات عن هذا الشيء يعني. بعدين بعد قطر انتقلوا بدوا يسألوا فيها على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الإخوان، بعدين دعم الإخوان، بعدين قطر، بعدين انتقلوا إلى السؤال عن رموز وشخصيات ليبية حسب ما ذكرت لك يعني. بدأوا يسألوا فيها على شخصيات ليبية أو نشطاء سياسيين يبوا معلومات عليهم، وحتى بعضهم أنت لا تعرفه يعني. هو أنا مستغرب في شيء، أنا أقول لك حقيقة يعني من خلال فترة التحقيق يعني جهاز الأمن أو مش عارف أصلا جهاز أمن وظلاني يعني والله هم يتبعوا أي جهة، مستوى الحرفية والمهنية ضعيف جدا يعني. مستوى ثقافي بتاع المحققين والضباط هؤلاء متدني يعني، وهذا زاد تعبنا في محاولة يعني إنك تفهم. كيف عرفت هذا؟ يعني حتى الأسئلة اللي تسأل لي يعني شيء الآخر مستواهم الثقافي في استيعابه وتحليل المعلومات اللي نقولها. الشيء الآخر كانوا يسألوني عن كل شيء لا أعرفه وما سألونش على شيء نعرفه، دليل أنهم لم يبحثوا عني ولم مثلا يقوم بعمل مثلا استخباراتي دقيق أو معلومات وتقصوا عن حقيقة يعني من أنا يعني. نعم. كانوا يعني واضح فيهم هذا الشيء. نعم. وكانوا يعتمدوا على الضرب وخلاص يعني. طيب طبيعة الأسماء الليبية التي سألوك عنها يعني لو صنفتها مثلا تصنيف. كانوا ركزوا على جانبين، ركزوا على الجانب العسكري، يسألوني عن خاصة جماعة فجر ليبيا، يسألوني من أين يحصلوا على الأسلحة، أين يقوموا بتخزينها، كيف يحصلوا في تمويلها. طبعا الأسئلة هذه لا أعرف إجابتها يعني. الشيء الآخر سألوني عن الجانب المالي في ليبيا، يعني أموال ليبيا يعني أين أنفقت الميزانية في عهد الكيب وعهد زيدان مبالغ ضخمة وكذا، وقالوا لي كم سرقت أنت يعني علي أنا وكذا، وكلام يعني ما كيف كله ما عنديش أجوبة عليه يعني. طيب الأسماء، صنف لي الأسماء يعني أسماء مشاهير، رموز، ناس عاديين. والله سألوني على أشخاص كثيرين، سألوني على كان في تركيز كبير على مدينة مصراتة، سألوني على مصراتة وعن توجهها وكانوا كل المعلومات اللي عندهم مغلوطة يعني. كانوا يقولوا لنا الإخوان مصراتة كلها إخوان والقيادة بتاع مصراتة إخوان وكذا، فركزوا على مصراتة سألوها عليها كثير. بعدين بدأوا في أشخاص سياسيين، سألوني على بعض الوزراء يعني، سألوني حتى عن أفراد في السفارة الليبية نفسها إيش توجهاتهم إيش أفكارهم. السفارة الليبية في أبو ظبي. نعم نعم سألوني على بعض الأشخاص يعني إيش تفكيرهم وإيش توجهاتهم، هل ينتموا الإخوان أو إيش انتماءاتهم، زي ما ذكرت لك بعض الرموز السياسية. كان أيضا هناك شيء ملفت ذكرت لي أنهم سألوك عن عائلتك بالتفصيل الغير طبيعي يعني، سألوك عن الأطفال الصغار من عائلتك. نعم تقريبا اللي يعرف جهاز الأمن الإماراتي أو هذه المجموعة اللي اختطفتني عني أنا نفسي ممكن ما يعرفش يعني. سألوني يعني بالضبط
أين ولدت، عرفت، وأين عشت، وأين درست، ومن هم أقاربي وأختك وأخواتك وإخوتك، وهذه كم عندها طفل وكم وين ولد وكم بنت، والتفاصيل تفاصيل تفاصيل دقيقة، كم عندك، وين مالك، وين أموالك، وذكرت لي أنك نسيت اسم بنت أختك اللي نعم. عمرها 6 سنوات أو 5 نعم. سنوات. نعم. فطلبوا مني ثاني يوم أني أذكر الاسم هذا، ذكرت لهم كل الأقارب، فلما نسيت الاسم بنت أختي، طبعا في حالتي أنا في تبقى الحمد لله واحد ما أتذكر اسمها أصلا. نعم. نعم. طيب أنا أريد أسألك هنا بعض الأسئلة عن هذا السجن. نعم. ما أكثر المواقف رعبا التي مرت بك رغم آلامك، لكن شيء سمعته أو رأيته فكان مفزع بالنسبة لك داخل السجن؟ والله يا أخي كان في يعني هم موقفين كانت يعني مؤثرة جدا. يعني كنت أنا في غرفة التحقيق يعني تقريبا الكلام هذا بعد أسبوعين من التحقيق أو أكثر شوية. فسمعت فجأة صوت الماصة، نقول لها ماصة، هذه المطرقة الكبيرة التي تستخدم، الكبيرة الثقيلة. نعم، الثقيلة اللي تستخدم في هدم الحوائط وكذا. كنت أنا في الغرفة يناقش فيه المحقق، سمعت ضربة قوية جدا فوق، يعني بين عليه في سقف أو شيء في السقف، ضربة قوية جدا، وبعدها مباشرة صرخة إنسان، صرخة يعني لا أستطيع أن أوصفها، يعني صوت عالي جدا. شوف المطرقة لحد ما هز الساس الحاد، وبعدين سمعت هذه الصرخة، وبعدين ضربة ثانية وضربة ثالثة، وكلها صراخ وواحد ونسمع فيه شاهد لا إله إلا الله طاف. مش عارف، أنا مش قادر نتخيل يعني. حتى المحقق اللي كان يحقق معايا، المجرم هذا والعنيف، قال لي بصراحة، قال لي صوت مرعب صح؟ قلت له والله إيش ليش الإنسان هذا مدارين فيك؟ قلت له، قال لي والله حتى أنا خفت من الصوت هذا. يعني المحقق قال نفسه أنا خفت، قال لي والله وشعرت به من نكنة صوته، قال لي والله أنا نفسي خفت. قال لي بس هذا عنده شيء مش مثلك. يعني أنا فهمت من كلمة أني أنا بريء. يعني كل المعاملة اللي تمت لي أنا معاملة إنسان بريء. الموقف الثاني والله العظيم هذا يعني نصا مثل ما قال لي، قال لي هذا مش مثلك أنت، لا هذا عنده شيء مش مثلك يعني. نعم. الموقف الثاني هذا حدث تقريبا بعد شهر من اعتقالي. كان في شخص يعني يصرخ بشكل مستمر لمدة أسبوع تقريبا، صراخ غير طبيعي في زنزانة كانت قريبة مني، يعني لدرجة بصراحة يعني بطريقة يستحيل إن الإنسان يعني بقى عاقل بعد هذا الشيء أو بدا طبيعي. يصرخ باستمرار ليل نهار، يصرخ باستمرار. الغريب يعني إنه هو موجود في زنزانة، يعني مش ما يعذبش. نعم. فممكن هو كان في غرف التحقيق ويجيبوا فيه، لكن دائما يصرخ. فكان صراحة وضعه سيء للغاية. نعم. طيب بالمقابل، هل كان هناك في هذه المحنة أي موقف طريف أو شيء يعني سر عنك؟ والله هو كان موقف غريب شوية وطريف في نفس الوقت. يعني مرة كان أثناء التعذيب يضربوا فيها، من شدة الضرب وقعت العصابة السوداء اللي على عيناي، فسبحان الله صار فيهم رعب غير طبيعي. يعني أنا إنسان يعني ضعيف مقيد اليدين والرجلين، ويعني أسير عندهم. خافوا مني لما شافوا هذه العصابة سقطت، خافوا يشوفوها، فقعدوا يعيطوا سكر عيونك، أغلق عينيك، ما تفتح عينيك. لدرجة واحد من الرعب اللي تعثر في الأرض وسقط. نعم. كان هذا من المواقف الغريبة. نعم. دليل أنهم هم عارفين أن اللي يرتكبوا فيه هذا جرم وينافي القانون. اللي كانوا يخافوا من عينيه، كانوا مشاهدوا فوق بندقية يعني. نعم. طيب نتوقف عند هذه القصة لنخرج إلى فاصل ثم نعود للجزء الثاني.